إذا السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة. الزف الأول للجميع. إذا بالنسبة للمغاربة أو المغرب والتاريخ اللي يقولوا بأنهم عندهم تاريخ، وهم يحاولوا يقول لك تقسيم الجزائر قبائل وطوارق ولا أعلم، يأخذون من تونس تأخذ منا وليبيا وتندوف ومجموعة خرافات. إذا في الأول، الجزائر أقدم دولة في المنطقة، لأنها هي كانت تحتضن الماسيل والماسيسيل بقيادة يوغرطا وماسينيسا ويوبا والقر وصفاكس في الغرب أو الوسط والغرب، يعني الماسيسيل. وهذه الدولتان الكبيرتين الممتدتين في شمال إفريقيا كانت لهما عملة، وكانت لهما بنايات وحضارات وتنظيم وعلاقات اجتماعية مع اليونان وروما، وصراع حضاري وأحيانا حربي في الوقت الذي لم تكن هناك وجود لأي دولة بالمغرب الشقيق. هذا من جهة. من جهة أخرى، التاريخ الذي يقولون أنه إمبراطورية ولا أعلم، هو تاريخ بدأ في 1500 أو 1400، هو تاريخ عربي، تاريخ عربي، تاريخ خرافي يمتد لشخص يدعي أنه يروه في القمر، ويعني تاريخ ما بعد يعني الفتح والآخر، يعني لا وجود لما يدعونه، وهو تاريخ يعني خرافي. وفي الجزائر لم تكن هناك أي دولة تمجد شخصا أو تقول أنه من الدين الفلاني أو منا، أو يقولون بأننا نراه في القمر أو في المريخ، أو أنه يعني يحكمنا ب يعني حشوة أو خدعة هكذا تافهة. ويعني لم تكن هناك عبودية وتفاهة لهذه الدرجة التي يتعاطون بها. والجزائر أيضا في التاريخ النوميدي الماسيلي الأمازيغي لم تكن هناك ولحد اليوم جزر محتلة، لم يكن هناك يعني عدو خارجي. وهذا هو التاريخ. العدو هو الإيديولوجيا فقط، الإيديولوجيا يمكن أن تغيروها. في الجزائر أيضا لا يصل، حتى في التاريخ الحديث لم يصل الأمر إلى تقديس الأشخاص. حتى الهواري بومدين أو بخروبة له شعبية كبيرة هنا في الجزائر، لكن أيضا له منتقدين وأشخاص ينتقدونه ولا يمجدونه ويرى أنه مجرد تعريبي وفاشل وكذا وكذا. إذن بالنسبة للتاريخ، هذه إمبراطورية الخرافة والدجل والدعارة وبيع الحشيش والانبطاح للصهيونية وإسرائيل، فهذه الحضارة غير موجودة، وهذا بالعكس عبء وعار ينبغي أن لا ينطق بالكفر والرذوخ هكذا. إذن هذا بالنسبة للتاريخ. السلام عليكم. تنمية النزول.